ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من يوتيوب. طبعا احنا عارفين ان اهم حاجه في التصوير وصناعه المحتوى هي الاضاءه. طبعا الاضاءات بتختلف في حاجات كتيره قوي في السوق، زي الجودكس، زي النان لايت، والحاجات دي طبعا مفيش كلام عليها. بس انا النهارده جايب لكم منتج موجود برضو في السوق، بيعادل كفاءه زي ما هم كاتبين يعني النان لايت الاف اس 60 دبليو، وكمان بيعادل الجودوكس اللي هي 60 واط برضو. تمام، بس في سعر اقل بكتير. هو منتج صيني من شركه اسمها اليسا. هنفتحه مع بعض. هو بيعادل 189 درهم، في حين ان الجودوكس والنان لايت اللي من نفس الكاتيجوري بتاعه ده او نفس الفئه بتاعته بيبقوا حوالي 650 او 700 درهم. تمام، فتعالوا مع بعض كده هنفتحه ونشوف ايه امكانياته، وهل فعلا ينفع نشتريه، وهل يبقى بديل للجودكس والنان لايت، ولا نقول عليه لا. يلا بينا. وزي ما انتم شايفين هو ده العلبه بتاعه المنتج، جايه كده، بص مكتوب عليها بالصيني وعامله كده. وطبعا انا جبت معاه كمان السوفت بوكس بتاعه. تمام، بس هنفتح ده الاول ونشوف ايه محتويات البوكس بتاعه ونجربه مع بعض. بعد كده نشوف السوفت بوكس بتاعه عامل ازاي. نفتح بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقفيل ايه يعني، بص. يلا بينا نفتح ونشوف ايه اللي جواها. شكرا ايتها السكينة الجميلة. يلا، اول حاجة الفلة دي مش عايزينها، وده الكتالوج، ودي محتويات البوكس عشان تشوفوا محتويات البوكس عاملة ازاي. عندك هنا ده الريموت كنترول، في ريموت كنترول كمان. والحلو اللي فيه ان هو من ده ريموت كنترول، ان هو الاضاءه بتاعته من اسمه ايه ده، 200 كي ل 5200 اعتقد كي. هو ده زي ما انتم شايفين، وحجمه كبير شويه بس منطقي يعني. تمام، مش عايزين. هو ده الخامات باين عليها ان هي ايه، مش قد كده يعني، ضعيفه شويه. تمام، من ورا اهو، وفي شاشه، وده الغطا المفروض ده المفروض دي بتتفك كده عشان ده يتفك. ماشي، هنفكها دلوقتي. وريموت كنترول، وجاي معاه اهو كده، ده من قدام. وجاي معاه كمان ادابتر عشان يحول الفيشه دي اللي هي بتاعتنا في مصر بقى الفيشه اللي هي بتاعت يوروب والامارات والحاجات الجميله دي. وده الريموت، دي محتويات العلبه. وده اللي بيغير الاضاءه، بيعليها ويوطيها. هنشوف بقى بيشتغل ازاي. تعالوا كده ايه مع بعض نوصل الفيشه بتاعته، ومفروض شغال. نحط كده، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشغل. ده في سطوع جامد قوي. ايه ده؟ ده بصوا 5000 زي ما انتم شايفين، 5000. وده الكونتراست بتاعه يعني يوطي. طيب السطوع ده اعتقد اللي هو ال 5600 كده، اللي هو الابيض خالص. لما تقلل طبعا، انا ده اللي هو الكي ده هنا، بصوا هتلاقي مكتوب عليه كي. هنا الاضاءه مبوظه الدنيا خالص. هنا كده ده اللي بيغير اكيد الكلفن بتاعته، اللي بيخلي الحراره بتاعته اوطى واعلى، يعني بيخليها اصفر، ميول للاصفر، او مايله للاصفر، او مايله للابيض زي ما انتم شايفين كده. لا بس اضاءته قويه جدا زي ما انتم شايفين. تعالوا نقلل الكونتراست شويه. هي كام في المية؟ نقلل نقلل نقلل. حلو قوي بصراحه اضاءته مع السوفت بوكس. بس صوت المروحه انا سامعه شويه، سامعينه بس مش هيغطي يعني. صوتها الى حد ما كويس. انا جربت الجودوكس سايلنت خالص، هو صوته عامل زي النان لايت شويه، بس الى حد ما اضاءته كويسه قوي كمان. طيب هنجربه مع السوفت بوكس ونشوفه. تعالوا نفتح السوفت بوكس كمان، نطفيه كده ونحطه على الترايبود بعد كده ونجربه. بس انا شايف ان هو على سعره ال 189 درهم هو جامد قوي، خصوصا ان المروحه بتاعته صوتها واطي جدا. هو ده صيني بس يعني الى حد ما كويس. تعالوا نفتح كمان ده الغطا بتاعه عشان خاطر بصوا يطلع، ممكن يطلع اضاءة عاملة ازاي من الغطا ده.
كده سرسوب نور صغير كده، عشان لو عايز اعمل حاجه في الخلفيه. بصوا كده تمام. انا مش عارف اجيب لكم الكلفن او اقللها عن كده، خليها 200 او خليها مثلا 1000 او حاجه عشان تجيب اللون الاصفر، لان الريموت كنترول مش شغال، عايز حجاره. واعتقد ان ده من عيوبه ان انا مفيش هنا حاجه اقدر اغير بيها الكلفن. الكلفن لازم اغيره بس بالريموت كنترول. تمام. هنشغل الريموت كنترول برضو لما نجيب الترايبود ونركبه عليه ونشوفه مع بعض. تمام. تعالوا كده بقى ايه نشوف كمان السوفت بوكس اللي احنا جبناه من نيوير. انا بحب نيوير دي جدا، البراند ده بصراحة جبت منه حاجات كتير وعجبني. ده السوفت بوكس اللي جبناه. تعال انت خليك تحت بقى شوية عشان ايه تسيب مكان السوفت بوكس. تعال بس نشوف ده بيتحط له حجارة ايه. ده بيتحط له تريبل ايه عندي جوه. نخش اجيب دلوقتي نفتح ده. طبعا السوفت بوكس ده بقى محتاج تركيب، بس بقى حاجه ايه محترمه قوي. البراند ده بصراحه انا بعزه قوي، حاجاته محترمه جدا. تعالوا نشوف بقى ايه اللي في السوفت بوكس. اه كل حاجه هتلاقوها، والسياخ بتاعته الجميله دي. بقى مشكلته ان هو يتركب ايه مانوال، هنقعد نركب فيه. بس هو في السعر بتاعه يعني هو ارخص حاجه انا لقيتها، علشان نعمل ايه الميكس ده. اللي هو جبت مصدر اضاءه بسعر قليل جدا اللي هو 189 درهم، وفي نفس الوقت جبت سوفت بوكس ب 159 درهم. فالاتنين مع بعض عاملين حوالي 350 درهم، اللي هو ما يعادل دلوقتي 3500 جنيه. which is مش هتلاقي حاجه بالسعر ده تماما تماما في السوق علشان تعمل اضاءه او وحده اضاءه زي دي بالقوه دي. تمام. دي الايه الحاجات اللي جوه السوفت بوكس. طبعا دي اللي بتركب من قدام نخليها دلوقتي، ودي اللي بتخلي الضوء ناعم، الستاره البيضه. تمام زي ما انتم شايفين اهي، اهي كده بتركب هنا، ودي كمان بتركب طبقتين. تمام. احنا كل ده كده عايزين نشيله. احنا اهم حاجه عندنا ايه الحته دي علشان نعمل السوفت بوكس نركبه زي ما انتم شايفين كده. فاحنا دلوقتي ايه هنركبه واحده واحده، ونركب الاضاءه على الترايبود، ونرجع مع بعض نجربها ونشوف ايه الدنيا بتاعتها واحنا بنصور بيها. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني بعد ما ركبت الحجاره وركبته على الترايبود زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو. وركبت له كمان السوفت بوكس. طبعا السوفت بوكس ده احنا جايبينه ب 159 درهم. جامد جدا السوفت بوكس ده، وبيجي معاه السوفت بوكس حلو، بس مشكلته في ان انت عشان تركبه بتاخد وقت ومجهود. يعني انا تعبت فيه جدا اول ما ركبته. تمام. تعالوا بقى نجرب نشوف الحلو ده بيشتغل. بص الاضاءه بقى مع السوفت بوكس، اضاءه لايت وحلوه جدا. تقدر بقى تقلل، بصوا الكونتراست يقل ازاي، الاضاءه قوه الاضاءه. طبعا السوفت بوكس ده جاي معاه كمان بصوا لا اضاءته حلوه بصراحه، وصوت المروحه يكاد يكون مش موجود. يعني انا بصوا معلي على الاخر اهو، شايفين الاضاءه عامله ازاي. بصوا على وشي اهو، اضاءته حلوه بصراحه وخفيفه. السوفت بوكس كمان عامل معاه شغل، سوفت بوكس كبير فلازم ابعده شويه عني. فبصراحه اضاءته كويسه، السوفت بوكس مناسب. كل ده كده على بعضيه يا معلم ما كلفنيش اكتر من 350 درهم. يعني حاجه بصراحه كويسه جدا ان انت تبتدي بيه. فانا بصراحه انصح بشده، لو انت معاك بادجت كويس تقدر تشتري اضاءه كويسه يبقى تمام. ما تقدرش، ده اضاءته كويسه جدا وجميله، وتقدر ايه ريموت كنترول يا معلم وتظبط الاضاءه. وزي ما انت شايف كده من ورا اهو، بص لما نورت ورا شايف كده عامل ازاي. اغير فيه بقى براحتي. شايفين
بانت ازاي الدنيا. نزود تاني كمان. حلو بصراحة. تعالوا نشوف لو طلعناها بره وعملنا على على الكائن اللي قاعد قدامنا ده كده او على وشي. تعالوا نشوف اما اصور بيه هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا ثواني كده. انا قافل كل مصادر الانوار اللي انا بشغلها انا بس، وايه اللايت الصغير ده. تعالوا نقفل دي كمان كده. انا مضلم كل مصادر الانوار. تعالوا ننوره هو بس ونشوف اضاءته عامله ازاي. نهار بصراحه بس احنا طبعا مش هينفع نستخدمه كده، فهنقلل جامد كده. ممكن كمان بيجي معاه في السوفت بوكس وال اسمه ايه، والاضاءه الصيني الرخيصه دي. السوفت بوكس بيجي معاه دي كمان، وبيجي معاه جريد دي عشان تكسر الاضاءه خالص. تمام. سوفت بوكس بصراحه مميز من نير. ده البراند اهو اللي انا بقول لكم عليه. البراند ده برضو انا جايب منه كذا حاجه، يعني جايب منه الاضاءه دي الاضاءه دي برضو منه. الاضاءه دي حلوه جدا، بتشتغل فوق الكاميرا، بتركبها فوق الكاميرا ببطاريه. تمام. ممكن تستخدمها في الخلفيه ورا. بس كده. ده كان فيديو النهارده عن ارخص مصدر اضاءه ممكن تشتريه. مصدر صيني بس كويس بصراحه. صوت المروحه بتاعه يكاد يكون مش موجود، انا مش سامعه تماما. ما بيسخنش، يعني انا مجربه بقاله فتره ما بيسخنش، كويس جدا. في من 200 لحد 5000 كلفن، يعني تقدر تغير درجه الاضاءه. وكمان يا معلم في المود كنترول والسوفت بوكس الجميل ده، وهو كله اصلا مصدر الاضاءه ب 189 درهم. هتلاقيني حاطط لك لينك الشراء موجود في الوصف. وكمان السوفت بوكس ال 90 في 90 ده الجامد ده من نير، ده برضو هتلاقيني حاطط لك رابط الشراء في الوصف في الفيديو. وده كان عامل 159 درهم. انا بصراحه عجبني الاضاءه دي كستارت اب لو حد هيبتدي تصوير وعايز يعمل محتوى. فالاضاءه دي مميزه وجميله وخفيفه كده ورخيصه. طبعا هي ما بتنفعش لوحدها، ده مصدر الاضاءه اللي هو الاساسي، زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان في مصدر اساسي وفي مصدر بيبقى جانبي عشان خاطر يعزلك عن الخلفيه، وفي انوار في الخلفيه زي اللي احنا بنعملها ورا دي عشان نطلع الصوره البروفيشنال بتاعه المحتوى. تمام. لو عجبك الفيديو بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير، واشوفك في فيديو جديد من دي يوتيوب. سلام.